بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم، معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنبدا مع بعض lesson fundamental forces in nature. ده lesson 1 في unit 2. اولا احنا عندنا في حياتنا في كلمه مهمه، كلمه force، القوه. والقوه من اسمها كده، او الفورس كده من اسمها انت، هي ability to do change، يعني زي الانرجي كده، يعني ان انت تقدر تعمل تغيير. انت لو قدرت تعمل تغيير فاكيد قوتك كافيه لاحداث التغيير ده. يعني انا مثلا بقول لك زق الثلاجه دي، لو انت قدرت تزقها فعلا فانت قوتك كانت كافيه لتحريكها. طب قلت لك لا، بص روح زق لي الحيطه، الله، هتعرف تزق الحيطه؟ اكيد قوتك مش كافيه لده. ففي البدايه هو بيقول لي في الدرس، بنقول ايه؟ to know the meaning of force let's see the following examples. The book on table remain static as long as no one move it. كلمة static يعني ثابت، يفضل ثابت زي ما هو. يعني انت لو عندك كتاب فالكتاب ده هيفضل زي ما هو ما دام مفيش حد جه يحركه. فانت هتيجي تقول لو جيت سألتك في الامتحان give reason، قلت لك ايه؟ give reason the book on table remain static، الكتاب بيفضل زي ما هو. هتقول لي ايه؟ because there is no force acting on it. ايه اللي هيحركه؟ ما هو مفيش حاجة اصلا جت عليه. ممتاز. طيب انا الكتاب قلت مفيش قوه جت عليه فما اتحركش. طب انا هروح احرك الحيطه، انا عندي قوه اهو، وانا هحاول احرك الحيطه اهو، ما في قوه اهي. هل فكره ان في قوه، يعني هل مجرد ان يبقى في فورس ده معناه انك انت تقدر تحرك اي شيء؟ فتعال نشوف الاكزامبل التاني. The wall doesn't move when you push يعني تزق كده it with your hands. الله، طب ما انا يا مستر رحت جبت الفورس بتاعتي اهي وحاولت احرك الوول ما اتحركتش. قال لي ايه؟ because the force acting on object is improper. كلمة improper يعني غير كافية. فعلا انت هنا القوة بتاعتك مش كافية. ولكن لو انا بشوط كرة قدم، the static ball moves when you kick it، لما تشوطها with your foot and stops، وتتوقف when goalkeeper catch it. انت لما بتشوط الكورة بتتحرك، ولما الراجل اللي هو الحارس المرمى بيصدها بتتوقف. انا لما شطها كانت قوتي كافيه ان انا احركها، وهو كحارس مرمى لما جه يصدها كانت قوته كافيه ان هو يصدها. because the object state change from static state to motion state or vice versa when proper force act on it. لان الحاجه نفسها، الاوبجكت نفسه، حاله الاوبجكت state change from static to motion، من الثابت للحركه، او العكس، او من الحركه للثابت، لما يكون في قوه كافيه بتقف او بتقع على الاوبجكت ده. ومن هنا بيجي تعريف الفورس. ايه اصلا يا مستر معنى كلمه فورس؟ الفورس اللي كانت بتخلينا نقدر نحرك الحاجات دي ونقدر ان احنا نوقف الحاجات. قال لي فورس it is an effect، هي تاثير that attempts to change يعني بتحاول ان هي the object state from being static to motion or vice versa or attempt to change direction of motion. يعني هي محاولة إحداث تغيير. نقول تاني، محاولة إحداث تغيير. والله لو الفورس بتاعتك proper يعني كافية هتقدر تعمل تغيير. الفورس بتاعتك مش proper يعني مش كافية، ساعتها مش هتعمل تغيير. يبقى تعريف الفورس لازم نحفظه. It is an effect that attempt to change the object state from being static to motion or vice versa or attempt to change the direction of motion. الفورس ليها يونت اسمها نيوتن، ماشي. we although the forces differ scientists classified them into 3 divisions. العلماء قسموا الفورس لثلاث انواع. 3 divisions يعني 3 اقسام. قسموا الفورس اللي في حياتنا، يعني احنا عايزين نشوف بقى الكون بتاعنا ده فيه فورس عامله ازاي. قال لك في جرافيتيشنال فورس، وفي الكترومagnetic فورس، وفي نيوكلير فورس. كلمه جرافيتيشنال فورس هي القوه المتاثره بالكره الارضيه، ودي هنشرحها لسه. والكترومagnetic فورس ونيوكلير فورس. خلينا نمشي واحده واحده.
يبقى احنا هنتكلم في الدرس ده عن 3 حاجات. هنبدا دلوقتي نتكلم عن الجرافيتيشنال فورس. كان في عالم وعالم كبير اسمه اسحاق نيوتن. العالم اسحاق نيوتن كان قاعد تحت شجره وقاعد بيقرا كتاب ومبسوط، وفجاه وقعت فوق دماغه تفاحه. دي القصه اللي هي متداوله، يعني قصه مش عارفين دي حقيقتها ايه، بس ده اللي حصل يعني. بدل ما يمسك التفاحه ياكلها ماشي، بدأ بقى ايه، يقعد يبص للتفاحة، الله ايه اللي وقع التفاحة دي عليا، انا ازاي حصل كده، طب التفاحة دي ليه ما طلعتش لفوق، طب ليه ما مشيتش جنبي، طب مش عارف ايه. وقعد يألف قوانين لموضوع الفورس اللي شدت التفاحة، ايه اللي خلى التفاحة وقعت. فيقول لي هنا ايه، طبعا ده دي دماغ العلماء، يعني هو تفكير العلماء كده. بيقول لي هنا ايه، اسحاق نيوتن was the first one who discovered the earth's gravitational force when he was standing under tree and he found an apple falling down to ground. هو كان عنده حاجة بيعملها تحت الشجرة وقاعد بيقرا كتاب ولا حاجة، فوقعت في دماغه تفاحة، فقعد ايه يفكر. Then he proved، هو أثبت that all masses are attracted toward the earth. ودي نقطة مهمة جدا. all masses، كل الحاجات اللي ليها وزن أو ليها تقل، يعني ليها كتلة، are attracted toward earth itself by force known as Earth's gravitational force. القوة اللي هو اتكلم عنها اسمها gravitational force. And this force depend on the masses، بتعتمد على الماسس of the object as shown in the following activity، زي ما احنا شايفين يعني في الشكل ده، ان في سقوط للايه التفاحة. طيب هنبتدي نفكر دلوقتي الكرة الأرضية. الكرة الأرضية دي عبارة عن كرة ماشي، والكرة دي ليها مركز. الكرة الأرضية دي ليها مركز. أي شيء موجود على سطح الكرة دي بيتشد خلاص للمركز بتاعها. يعني أنت لو كنت عايش في أي دولة وفي أي مكان على سطح الكرة الأرضية، فأنت لو رميت حاجة، الحاجة دي هتتجه لسطح الأرض، صح ولا لأ؟ بتتجه لفين؟ قالك بتتجه للسنتر أوف ذا إيرث. يعني دايما القوة اللي بتشد الحاجة دي تحس إن هي جاية من مركز الأرض. فبيقول لي ايه؟ بيقول لي ان Earth attracts object to its center by force called object weight. الأرض عندها قوة، الأرض عندها فورس بتشد بيها الحاجات. القوة دي اسمها ايه؟ القوة السحرية دي اسمها ايه؟ اسمها object weight، اسمها ويت يعني عموما. يبقى قوة الأرض اسمها ايه؟ اسمها ويت. وكل اوبجكت متأثر بويت، يعني انت جسمك متأثر بالويت بتاع الأرض. object weight increase by increasing object mass، واحنا درسنا الكلام ده في سنة 6. فيقول لي ايه؟ يقول لي ان object weight it is the ability of earth to attract object to its center. هي إمكانية الأرض إنها تشد الأشياء للمركز بتاعها، أو it is the force of earth's gravitational to object. لازم تحفظ الديفينيشنز دي، وبرضه بتتحسب بنيوتن. يبقى أنا دلوقتي عندي إيه؟ عندي قوة خاصة بالأرض. الأرض ليها قوة، الارض ليها قوه بتشد بيها الحاجات. هتقول لي القوه دي جايه منين بقى وبتاع، دي ممكن نتكلم فيها بعدين. بس يعني ملخص الموضوع، ما ممكن واحد يقعد يفكر يقول طب ازاي الارض بتشد الحاجه؟ يعني الارض دي مغناطيس مثلا. هو الارض بيقول لك ان مركزها في معادن وفي حاجات زي لافا اللي هي البراكين وكده، وده هندرسه في اخر يونت. يعني البراكين الحاجات اللي في باطن الارض دي بتعمل جذب لاي شيء فوق سطح الارض، فاهم؟ زي المغناطيس كده. فكل الحاجات تتجه ناحيه السنتر اوف ذا ايرث. وبدأنا نعمل قانون. القانون ده بيقول ايه؟ القانون ده او الرول دي عشان نحسب بيها اوبجكت ويت، عشان نحسب بيها الوزن بتاع الحاجات. قال لي اوبجكت ويت، وده بيتحسب بالنيوتن، ايكوال ماس تايم ايرث's جرافيتيشن اكسلريشن. الله، احنا خدنا يا مستر في سنه 6 قبل كده قانون، كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان لو احنا عاوزين نحسب الويت، فاكرين؟ كان الويت ده بيساوي ماس باي 10. لو حد فاكر ده، اعتقد انتوا فاكرين ان احنا خدنا ان الويت equal mass by ايه؟ by 10. احنا في السنه دي بنشيل ال 10 دي ونسميها Earth's gravitational acceleration. لو انت مش عارف تحفظها هتلاقيها في المساله. يعني انت لما يجي لك مساله هيجيب لك يقول لك calculate the object weight، لو كان الماس مثلا ب 3 مثلا والإيرث جرافيتيشنال مثلا ب 9.8،
هي مش دايما ب 10، ممكن يديها لك ب 9.8. يعني انا بقول لك هي ب 9.8 اور يعني اور نيرلي، يعني العلامه دي حوالي 10. ساعات يديها لك كده وساعات يديها لك كده. طب لو ما اديهالكش، يعني لو ما اديهالكش في المساله احسبها ب 9.8، لو اديها لك احسب بالرقم اللي هو مديهولك. وبنبتدي ان احنا نحسب الاوبجكت ويت خلاص. و بتجي لك مساله على الموضوع ده. المساله اختصار الارث's gravitational acceleration، اللي هو الاختصار بتاع الارث's gravitational acceleration ده بتبقى جي، الرمز بتاعها جي. الماس بالام والدبليو دي اللي هي الويت. فبيقول لي دبليو ايكوال ام تايم جي. يعني انت بتكتب في الامتحان كده وايه دبليو، هتقول لي يا مستر ينفع نكتب اختصار؟ دي نقطة أنا يعني إيه بلاحظها في الامتحانات، إن الناس بتكتب اختصار. هو الأفضل إنك تبقى حافظ القانون كامل كده، يعني تكتبه كده إيه يعني إيه مثلا القانون كله أوبجكت ويت وتعمل بين قوسين دبليو، وبعدين تكتب أوبجكت ماس وتعمل قوسين ام، وبعدين وهكذا تكتب براكت اي جي. ده الصح. إنما لو كتبت دبليو يعني مش صح قوي. فاهم؟ سوري معلش، مش صح قوي. طبعا لو انت عاوز الام بتخرج الجي بره خلاص، ولو عاوز مثلا يعني دي لو عاوز الجي بنخرج الام بره كده، فتبقى اي دبليو ديفايد ام وهكذا. فمهم جدا ان احنا نبص على مساله زي دي عشان نفهم الموضوع اكتر. خليك فاكر ان الرول اللي احنا بنحل بيها هي object weight equal mass by earth's gravitational acceleration. بيقول لي find the weight of an object 100 kilogram mass knowing that earth's gravitational acceleration، هو بيديها لك دايما في الامتحان equal 9.8 متر بير سكند باور 2. دي اليونت بتاعت الاكسلريشن، ماشي؟ اليونت بتاعت الفاكتور اللي اسمه earth's gravitational acceleration ده. طيب انت مديني اكتب الاول القانون. اول حاجه اكتب الرول. في ناس بتقوم كاتبه يا جماعه الحل بس. يا جماعه لازم تكتبوا الرول دي عليها درجات والله. يعني تكتب الرول دي، لازم تكتبها حتى لو انت مش عارف المساله. يعني نفترض انت بتلخبط في الامتحان ومتوتر وبتاع، انت عارف ان دي مساله ويت ومساله ماس، لازم تكون حافظ القانون تكتبه على الاقل، وبعدين تبتدي تكمل المساله. لازم. المهم حطينا الماس ب 100 زي ما هو مديها لي اهو. حطينا الارث جرافيتيشن اكسلريشن حطيناها بال 9.8 وكتبنا وحسبنا، طلع الاوبجكت ويت ب 980. خلاص حط بقى نيوتن عشان دي ايه علامه الايه الويت. طب افرض هو مش عاوز الويت، يعني هو مش عاوز ويت في المساله، هو عاوز ماس. ساعتها انا بحل بقى بالقانون بتاع الماس. القانون بتاع الماس ده بيقول ايه؟ انك تقوم مخرج لي ده ديفايد، يعني مش هو هنا تايم، تخرجه ديفايد كده. يعني الاوبجكت ويت بيساوي ماس باي ايرث's جرافيتيشن اكسلريشن. انا عاوز الماس، خرج ده بره. فبص عملنا ايه؟ قلنا خلاص الماس هتساوي ايه؟ هتساوي الاوبجكت ويت عادي خالص ديفايدد مين؟ ديفايدد الاكسلريشن. دايما يا جماعه اي قانون انت بتعمله، لو مثلا بقول لك ايه ان الدبليو ايكوال ايه ام تايم جي، انا عاوز الام، طب ادي الام اهي، تقوم مخرج الجي بره، يعني بتساوي دبليو ديفايدد ايه؟ ديفايد جي. فهمت كده؟ وهكذا. وحسبنا هنا في المساله دي بيقول لي ايه؟ بيقول لي calculate the mass of an object if weight is equal to 180 نيوتن والإيرث جرافيتيشن اكسلريشن ايكوال 10. فطيب انا عاوز الماس، اكتب له القانون الاول الاساسي، وبعدين اكتب القانون الثاني، وممكن اكتب القانون الثاني على طول واحط الويت واحط الايه الاكسلريشن واحسب يطلع. وخلي بالك انت بتحسب ماس، فالرقم اللي هيطلع بالايه؟ بالكيلوجرام. المسائل بتيجي سهله، ممكن تلاقي اسئله اصعب من كده، بس هي بتيجي ان شاء الله كلها ايه؟ كلها سهله يعني. تعالوا بقى نفكر مع بعض دلوقتي عن the value of Earth's gravitational acceleration to change. القيمه بتاعت الجرافيتيشنال فورس، القوه اللي بتشد الحاجه لتحت دي، بيقول لي هنا one approach or move away from center of the earth. لو انت واحد واقف على سطح الارض، فانت لو بتحفر حفره وبتقرب من مركز الارض، فانت هتحس ان القوه اللي بتشدك كتيره، فانت مش هتعرف تتحرك. يعني هتلاقي في حاجه بتشدك بتجذبك، تحس ان انت تقيل. لو هو في حاجه احنا قلنا السنتر اوف ذا ايرث هو اللي بيشد الحاجه. طب لو انا حاولت ابعد عن سطح الارض، يعني اطلع مثلا فوق ببالونه مثلا او بطياره، بدات اطير فوق سطح الارض على ارتفاع عالي، هل القوه اللي بتشدني هتفضل زي ما هي؟ قال لك لا، هتقل. فجايب لي هنا معلومه واحنا اصلا عارفين المعلومه دي. يقول لي ايه؟ decreasing by moving
away from center of the earth. يعني القوه اللي هي الجرافيتيشنال فورس دي بتقل كل ما انت تبعد عن سطح الارض، كل ما تبعد عن السنتر عموما، فاهم؟ دي بتقل كده وتزيد، يعني الفورس دي increase، تبتدي تزيد خلاص by approaching to the center of the earth. يعني القوه دي بتزيد كل ما تقرب من مركز الايه، كل ما تقرب من مركز الارض. واحنا دي معلومه منطقيه لان القوه جايه من المركز، فانت كل ما تبعد القوه تقل، كل ما تقرب القوه دي تزيد. الجرافيتيشنال فورس دي ايه؟ انكريز. طب يحصل تغيير برضو لو انت اتحركت من نقطه على سطح الارض لنقطه ثانيه. يعني بص على الشكل ده، شكل الارض مش دائري كومبليت، يعني مش كومبليت سيركل او مش كومبليت سفير بمعنى اصح، مش دايره كامله. لو كان دايره كامله كان ممكن يبقى عامل كده، انما هو الارض يقول لك ايه؟ it is a non-spherical shape. الارض مش دائريه 100%، وبالتالي هو يقول لك ان المكان ده اللي خلينا بقى نبص على الرسمه دي، تلاحظ ان لو احنا قلنا ان دي نقطه النص بالظبط، دي نقطه المنتصف، فهتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان انت لو خدت خط كده والخط ده حاولت ان انت تقيسه، هتلاقي ان الخط اللي هو ده اطول وكبير من الخط ده. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا لو قلنا ان دي نقطة المركز، ده المركز اهو، دي السنتر اهو، والسنتر ده هو اللي بيجيب القوة. ما هو احنا قلنا قبل كده ان الانرجي الفورس كلها بتيجي من المركز. الديستانس دي هتبقى بعيدة عن السنتر. لو قارنتها بالمسافة دي تلاحظ ان دي صغيرة ودي كبيرة، المسافة دي كبيرة، فاهم؟ فيقول لك ايه؟ لو انا واقف هنا فانا بعيد عن السنتر، انا بعيد عن المركز، فهحس بتاثير القوه اللي بتشدني قليل، هتبقى الارث جرافيتيشنال اكسلريشن بتاعتي قليله. انما انا لو واقف في المكان ده، لو انا هنا انا قريب من السنتر، انا قريب من ايه؟ من السنتر. طبعا هي قريب دي مش قريب قوي، مش اوفر، يعني هتلاحظ ان الفرق مش كبير قوي. يعني بص مثلا لو احنا عملنا التجربه دي، رحنا خلينا واحد يقف هنا وواحد يقف هنا، واحد في القطب الشمالي فوق خالص وواحد في القطب الجنوبي. الراجل اللي في القطب الشمالي ده لما حسبنا الاكسلريشن بتاعته لقيناها 9.83. لما رحنا حسبنا الواحد على خط الاستواء على الايكويتور كده، على المركز بتاع الارض، لقيناها ان هي 9.78. يعني فرق حاجات بسيطه جدا. بس الراجل ده ليه قوته قصيره كده او ليه قوته قليله كده؟ ان هو بعد شويه عن المركز. هو لما يبعد هو كده بعيد عن السنتر، خلاص بعيد عن المركز، فالقوه اللي بتشده بقت قليله. انما ده قريب، يقول لك ده قريب حاجات بسيطه، يعني فاهم؟ لان الارض شكلها عامل ازاي؟ الارض شكلها عامل كده، فاللي على الاطراف ده بيبقى بعيد، فاهم؟ اللي على الاطراف ده بعيد ما يحسش بالتاثير قوي، انما ده قريب يحس على طول بالايه؟ بالقوه. فانت لو رحت على القطب الشمالي او القطب الجنوبي تحس ان انت تقيل، تحس ان انت ماشي بصعوبه شويه. انما انت على خط الاستواء في افريقيا مثلا الوسطى، او في الدول اللي هي على خط الاستواء في نص الارض كده بالظبط، على اللاين بتاع نص الارض ده، تحس ان انت هناك هتكون ايه؟ هتكون خفيف ومش بتاثر بتاثير الجاذبيه قوي. فتعال نقرا الكلام ده. بيقول لي هنا ايه؟ transfer of one place to another on earth surface. انتقالك على سطح الارض من مكان للتاني. بيقول لي due to the difference of the distance between Earth's surface and its center from one place to another due to non-spherical shape. يعني بيقول لي ايه؟ في اختلاف في الارث سيرفيس، الارض مش non-spherical. So distance between the center of the earth and any point in surface at two poles اللي هي النورث والساوث is less than distance between center of earth at any point on earth surface. يعني المسافة من التو بولز مختلفة عن المسافة في الايكويتور، مختلفة عن المسافة على الايه؟ على الايكويتور اللي هو بالعرض. So the earth's gravitational acceleration at two poles is more than equator. هي دي النقطة اللي احنا عاوزين نحفظها. انك تحفظ لي ان الارث جرافيتيشنال اكسلريشن، ان الاكسلريشن خلاص، ان الارث جرافيتيشنال اكسلريشن at two poles، عند التو بولز اللي هم هنا، دول التو بولز هم، هتبقى greater than ولا اقل؟ هتبقى greater، اكتر من الايه؟ الايكويتور، اكتر من الايكويتور، لان ده يعتبر ايه؟ ده يعتبر قريب من المركز بتاع الايه؟ بتاع الارض. تعال نروح لنوع تاني من الفورس وهو اسمه الكترومagnetic فورس.
الالكترومagnetic فورس ده نوع من انواع الانرجي اللي بيطلع، او نوع من انواع القوه اللي بيطلع نتيجه التحكم في المagnetism. او بمعنى اصح ان انا اجيب جهاز اديله الكتريستي يحولها لي ماجنت. كان في قبل كده في سنه 5 خدنا فكره تحويل الانرجي اللي هي اسمها الكتريك انرجي تو ماجنتيك انرجي. فبنبتدي نشرح نقول ايه they are magnetic forces اللي هي المagnetism produced by effect of passing electric current through coil. انك تحرك الالكتريك current في الكويل ده بيعمل ايه؟ ده بيخلي يظهر magnetic effect. فالنقطة الأساسية عندنا إن the electric current has magnetic effect. ببساطة أنت لو جبت مسمار ولفيت سلك على المسمار ده ووصلت السلك ده بالكهرباء، بس اوعى تعمل التجربة دي أنت بتوصلها ببطارية، بتوصلها ببطارية الريموت مثلا. لو جبت بطارية الريموت ووصلت سلك كذا رفيع بمسمار وجربت إنك تقرب المسمار ده لمسامير تانية تلاقيه عمل لهم ماجنتيزم، وده اسمه الكترومagnet. لو دخلت على اليوتيوب كتبت الكترومagnet هتلاقي يعني ايه الكترومagnet. فيقول لي application on electromagnet او electromagnetic force. The idea of operation of a lot devices depend on electromagnetic forces such as electromagnet. في جهاز اسمه electromagnet. الالكترومagnet ده عباره عن ايه؟ عباره عن it is made of insulated copper coil around the bar of wrought iron. يعني انت بتجيب مسمار وتلف عليه سلك، والسلك ده توصله بالباتري. يبقى اكتب على اليوتيوب الكترومagnet وتتفرج بيتعمل ازاي. The idea of work، ايه الفكره بتاعته؟ يعني انا دلوقتي جبت سلك ولفيته على مسمار ووصلت السلك ده بباتري. ايه اللي حصل يعني؟ قال لك ايه؟ when electric current passes through coil، لما الكهرباء بتمشي في الكويل ده اللي هو السلك يعني. wrought iron المسمار اللي هو البار ده turn into اتحول ل temporary magnet. كلمه temporary magnet يعني مغناطيس مؤقت. ليه مغناطيس مؤقت؟ لان انت لما هتفصل الكهرباء مش هيبقى ماجنت، هيرجع تاني مسمار عادي. توصل الكهرباء يتحول لمغناطيس، تفصل الكهرباء ما يبقاش مغناطيس، توصل الكهرباء يبقى مغناطيس، وهكذا. when electric current is cut off the wrought iron bar loses its magnetism. لما تفصل الكهرباء هيتفصل الايه؟ المagnetism. فكرته باختصار change electric energy to magnetic energy. انت بتوصل الكهرباء يتحول اللي معاك ده لمغناطيس. استخداماته ايه؟ بيستخدم في الالكتريك وينش، في الونش اللي بيرفع الحاجات، في الكتريك بيل. الكتريك جنريتور عندنا جهاز تاني اسمه الكتريك جنريتور. يبقى احنا بنتكلم عن ايه؟ احنا بنتكلم عن الفورس اللي اسمها الكترومagnetic فورس. خدنا اول جهاز الكترومagnet. الالكترومagnet من اسمه بيعمل ايه؟ تشينج الكتريك تو ماجنتيك. هو اسمه الكترومagnet، يبقى من الكتريك تو ماجنتيك. انا بديله كهرباء يحولها مغناطيس. طب هل ينفع العكس؟ يعني هل ينفع ان انا اجيب مغناطيس اطلع منه كهرباء؟ قال لك ينفع. ده بالالكتريك جنريتور، وانتوا المفروض عارفين الكلام ده. الالكتريك جنريتور ده اسمه داينامو. بيعمل ايه الداينامو ده؟ انت بتلف المغناطيس جوه كويل، جوه سلك، تلاقيه طلع لك كهرباء. وده بنسميه جنريتور، مولد كهرباء. انت لو مثلا النور قطع بتلاقي فيه مولد كهرباء. مولد الكهرباء ده بيعمل ايه؟ حاجه بتقعد تلف تطلع كهرباء. فهو بيحول انهي انرجي لانهي انرجي؟ it convert mechanical energy اللي هي kinetic energy into electric energy. بيحول الكاينيتيك تو الكتريك. ماشي. وده زي الداينامو اوف بايك. انت ممكن يكون عندك في العجله زي دينامو صغير، كل ما تبدل تلاقي النور ايه؟ بتاع الكشاف نور. من الاختراع الثالث برضو في عندنا حاجه اسمها الكتريك موتور. الكتريك موتور ده اللي هو الموتور ده بيقول لي ايه؟ كونفرت، بيحول الكتريك انرجي تو ميكانيكال انرجي. يعني انت بتدي له كهرباء خلاص يطلعها لايه؟ يطلعها لحركه زي الموتور اوف فان اند الايه؟ الميكسر او البلندر. يبقى احنا عندنا هنا 3 اجهزه لازم نحفظهم. كل جهاز لازم تعرفي بيعمل ايه. الجهاز الاول اسمه الكترومagnet. الكترومagnet بيحول الكتريك انرجي تو ماجنتيك انرجي، وتعرف لي يعني بيحول من كهرباء لمغناطيس، وتعرف لي بيستخدم في ايه. تاني واحد العكس، تاني واحد بيحول ميكانيكال تو الكتريك، تديله حركه يديك كهرباء. تالت واحد العكس برضه، يعني ايه؟ تديله كهرباء يديك حركه، اللي هو الموتور تديله الكتريك يديك ايه؟ يديك كاينتيك. باختصار شديد لازم تحفظ لي دي، لازم تحفظها، دي اهم نقطه. في الالكتريك جنريتور انت بتحول ميكانيكال تو الكتريك، اسمه جنريتور، اسمه مولد فيطلع كهرباء. انما الموتور تديله الكتريك يديك ميكانيكال، عكسه بالظبط. يبقى الكتريك جنريتور بروديوس الكتريستي، الكتريك موتور بروديوس كاينيتيك اور ميكانيكال انرجي.
اخر حاجه عندنا هي نيوكلير فورس. والنيوكلير فورس دي قوه موجوده في النيوكليس اوف اتوم. لو تفتكروا احنا قلنا ان اي اتوم بيبقى فيها ليفلز مستويات طاقه، وفي هنا نيوكليس مركز. المركز ده فيه طاقه، النيوكليس دي فيها طاقه. العلماء بداوا يدرسوا الطاقه دي ويستخدموها في استخدامات معينه. فيقول لي هنا ايه: scientists have discovered that atoms store massive amount of energy. النيوكليس فيها طاقه جامده او طاقه كبيره inside its nucleus. This massive energy، الماسيف انرجي دي is accompanied by force known as nuclear force. سموا القوة اللي جوه المركز دي سموها nuclear force. وبتتقسم لنوعين: نوع اسمه weak nuclear force، يعني النيوكليس بتبقى فيها قوة قليلة. النيوكليس اللي هي المركز دي لو فاكرين ان هي كان فيها نيوترون والبروتون يعني. فالنوع الاول اسمه weak nuclear force، وده بيستخدم في الاستخدامات الطبية وكده، يعني بيستخدم في الميديسن، في scientific researches، في industry. وعلى فكرة دي تيجي كتير في الامتحان يعني لازم تحفظها. والنوع الثاني اسمه strong nuclear force، ده اللي هي الطاقة القوية جدا. This nuclear force liberate nuclear energy which is used in producing electric energy. بنستخدم الطاقة الجامدة جدا دي في إنتاج الكهرباء وفي الميليتري purposes اللي هي في الحروب وكده. درس جميل جدا ودرس سهل. أتمنى لو أنتوا فهمتوه تكتبوا لي، وإن شاء الله نكون مع بعض دايما. بتمنى لكم بإذن الله كل التوفيق والنجاح. كنت معاكم مستر أحمد الباشا. باي باي.